السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وبارك على سيدنا محمد الحبيب صلى الله عليه وسلم. كما تتشاهدوا كنا درنا واحد الاجتماع ما تتشاهدوا تنظيم الفيدرالية الوطنية للوسطاء والوكلاء العقاريين بالمغرب بالمشاركة مع وزارة الإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان والسياسة في المدينة والهيئة الوطنية للمعلومات المالية. يوم تحسيسي حول الموضوع محاربة تمويل الأموال وتمويل الإرهاب بعد خروج المغرب من اللائحة الرمادية للمجموعة الأعمال المالية، وذلك يوم 14 يونيو على الساعة 4:30 في غرفة التجارة والصناعة والخدمات بقدرتها. هادشي راه دا جديدة، وكانوا جاو الناس بحال كانت تكون بحال واحد المؤتمر ديال المعقول اللي كانوا فيه الإخوان ديال وزارة السكن، وهضرنا وتكلمنا وشاهدوه الناس وبالعاد ديال المسائل. يعني حنا ديما خدامين وديما مناضلين وديما في المستوى اللائق، هذا هو الحل. حنا هينا ما نديرو درنا بالعاد ديال المؤتمرات وبالعاد ديال المسائل، واخا مؤتمرات خفاف، راه المهم تعرفت الجمعية الوطنية للوسطاء العقاريين بالمغرب والفيدرالية، وهذا الشيء الحمد لله غادي في المستوى اللائق، والحمد لله. اللهم بارك. كان بعض الناس قالت حنا ما دايرين هذا الفيدرالية هذا الشيء، ما عندناش حتى الضريبة، هاد الضريبة هي وعندنا ديز كوميرس وعندنا كلشي، ولكن حنا ما عندناش المشكل في هذا الشيء هذا. والاخوان كاين بعض الناس المخالطين معنا، كاين بعض الاخوان اللي غيلتحقوا بنا، وحنا غادي غايه. ودرنا مراسلات مع وزاره السكن، ودخلنا درنا واحد الطلب جينا للبرلمان وتصنتنا في غرفه التجاره، حنا تابعين التجاره، وان شاء الله هادشي غادي لقدام. وهضرات الاخت على حسر، اخت الوزيره على تقليل المهنه، وملكنا محمد السادس نصر الله وإياده، الله ينصرو ونصر الأسرة العلوية ونصر مولاي الحسن والأسرة العلوية، وديما عاش الملك الله الوطن الملك اللي كان هضر سيدنا الله ينصرو على أي حاجة اللي مهيكلاش غتهيكل. والناس حنا عاد غنجيبو التقين غنديرو غنفعلو غنتركو، ودابا الحمد لله راه كلشي غادي ما يرى، ونطلبوا الله الخير والله يطول العمر لملكنا، والله ينصر الأسرة العلوية، الله الوطن الملك. وديما حنا تنحترموا الكل، الموظفين والناس ديال الحكومة والناس كلشي من الشاوشة لفوق، نتوما خدمتو تفهموا. وشكرا للجميع.